ايه ولا ايه، خربتها وقعدت على تلها، وجه يوم النتيجه وانا قاعد بقى ايه متوتر قوي. لا الولا ايه كان هاين نفسه طول السنه، ماليش اي 30 لازمه، والمفروض يوم النتيجه ديت ابقى متوقع اللي هيحصل. واللي حصل ان انا جبت 52%، واحلى 52% في الدنيا يا عم. وسببت لهم ازمه في البيت من الشاب اللي كان متوقع له ان هو يطلع مهندس وبانيين احلام عاليه قوي، مر بمطب صغير، صحبه بقى، شيطان، فتره مراهقه، انتهى بيه الحل كده. 52% كانوا على ايامي ساعتها ما يجيبوش تيشيرت كوره بتاع ميسي. دخلت معهد بالفلوس، نظم معلومات اداريه. انا داخل اساسا راجل اداره، كان ناقص لي ايه؟ ان انا انظم المعلومات وراجل اداره، هطلع في السنتريك محدش ليه حاجه عندي. الفشل اللي فات دردم عليه برضه، كعبلت الدنيا وسوتها. واول سنه في المعهد قمت شايل السنه وخلاص بقى يا علام. بقى انا والعلام اخصام، واللي هيشوف التاني في سكه هيديله كام سكينه. اصلك مش نافعه الشغله، لا اولى ثانوي ولا ثانيه ثانوي ولا ثالثه ثانوي ولا اولى كليه ولا ثانيه كليه جايين معايا سكه. هيجي معايا سكه امتى؟ لما يبقى عندي 40 سنه واخش محو اميه. خلاص بقى في الاخر بعد كل ده عملت ايه؟ اشتغلت محاسب في شركه. الشطاره مني، ده توفيق من عند ربنا، والظروف حطتني ازاي ما تعرفش. كل اللي انا بقوله ده بقى ليه؟ لان الثانويه العامه مش نهايه الدنيا. مجموع الثانويه العامه مش ده اللي هيحدد اذا كنت راجل جدع وهتكمل حياتك، ولا تفشل وتيأس وتقعد تعيط وتندب، تنوح وتصوت وتمشي في الشارع. في دكاتره جابوا حاجه و90% وكانوا بيتاجروا في رجلي، فاتحين مصلحه اكل عيش، وده قاعد بيقول لك اعمل انا العمليه دي، وده انا اعمل العمليه دي، وكلها بص لايه؟ للقرشينات، وهم فشله في الاخر وسمعتهم زي الطين. وفي ناس جايبه 50% بس هي عندها هدف وفي حاجه بتحبها ساعت لها، مشيت فيها، نجحت، بقت ولا يا ولا و10 على 10 واجدع من 100 دكتور. فده اللي انا عايز اقوله لك. فشلت في الثانويه العامه، ما تخليش نفسك بقى تيأس وتقعد اسير الاحزان، امير الاحزان، انا متقدر يا زمان. ابن عمي خلصت الشغله، ورد مع الثانويه العامه وخطوه وعدت، واللي عدى مش هيرجع تاني. ركز في اللي جاي. كل اللي عليك ايه بقى؟ ان انت خلاص عارف دلوقتي ان انت راجل فاشل وضيعت اللي فات. يبقى نقطه ومن اول السطر نصلح علاقتنا باللي خلقنا ونبدا صفحه جديده. انت بتعرف تعمل ايه؟ لو بتعرف تبيع تراب، ركز في التراب وعبيه في ازايز وبيعه للناس، بس يكون ليه فايده، لان اللي خلقك قال لك ايه؟ يعني انت مالكش الا سعيك. الفشل اللي انت فشلته نتيجه تقصيرك انت، وسعيك في اللي جاي كده كده هيتشاف وهتتجازى عليه وهتنجح فيه. فانت مش محتاج ان انت تيأس، ولا محتاج ان انت بعد الثانويه العامه تفقد الامل في نفسك وتسلك خط سير مش خط سيرك. ممكن يكون الفشل دوت بدايه خير كتير، ويكون خطوه ربنا حطك فيها ان انت تطلع المطب دوت عشان تقف تراجع حساباتك. فراجع حساباتك يا فاشل.